ايه يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم مش عادي، انا رايحه اجيب اللي بحلم بيه بقالي كتير، رايحه اشوف حاجات السباكه. تعالوا هنروح مع بعض وهزوغ من لولو، هسيبها هنا وهما بقى ونصيبهم. الجو برد بره وانا صراحه صعبان عليا اطلع بيها بره على الكورنيش والجو الهوا. فايه بصوا اهي اللولو، الولو كوبرتي يا لولو. فانا هروح دلوقتي. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده ان ربنا يكرمني والاقي الحاجه اللي نفسي فيها وتبقى الاسعار حلوه. عشان ايه؟ في ايه دلوقتي؟ طب اجيب كله ولا اجيب حته منه ولا كله؟ فمحتاره. يلا بقى شجعوني باللايكات القمر بتاعتكم واكتبوا لي في الكومنتات الف مبروك، عقبال عندنا كل الحاجات الحلوه اللي يعني باركولي كتير باركولي كتير. انا عايزاكم تباركولي كتير. يلا تعالوا هنروح مع بعض وهحاول اصور لكم هناك. طيب هنا بقى يا بنات احنا وصلنا المعرض بتاع الواحة. ده اللي قال لنا عليه السباك، قال لنا ده واحد نضيف جدا، عنده ماركات حلوة وحاجة تستحمل يعني. لان هنا الناس اللي حوالينا الحاجة بتاعتهم ما تعيش كده شكله وخلاص، لكن ده حاجاته يعني مش منظر وخلاص، الجوه الداخل بتاعها حلو ونضيف. معرض شامل كل حاجة، يعني هتلاقوا فيه خلاطات والدش والاحواض بتاعة المطابخ. حتى لقيت لكم هناك عارفين الحوض الترند اللي هو الاسود اللي بيبقى فيه غسيل الكوباية من الجنب وفيه رشاشات وفيه الحاجات دي كلها، سألت لكم عليه قالوا لي ب8,500. الحوض اللي هو لونه اسود ده اللي هو اللي طالع ترند الكبير ده، بس ده شكله مش لطيف، شكله اللون الاسود اللي هو زي اللي في الجنب ده الباهت، وانا ما مش عارفه ليه مش مستلطفه اللون الاسود ده. عارفين في الاستانلس بحس كده فيه رونق وحلاوه مش موجوده في اللون الاسود ده، او لو يعملوه اسود كده يبقى شكله بيلمع، مش عارفه. بس هو كده ذوقي بقى. هنا بقى ده كله الحاجات اللي بوريها لكم دي الاشكال. خدوا بالكم الطابلوه الاسود ده بيبقى عليه 3 خلاطات، مطبخ حمام والحوض، حوض الوش بيبقى عليه التلاتة، الخلاط التلاتة مع بعض. اللي هو بتاع بيضة ده ب2400 جنيه، واول واحد ب1900، تاني واحد ب2000 جنيه بالظبط، والتالت ده دي سماعة كده من الجنب، يعني محطوطة جنب الخلاط، اللي هي ممكن متحركة، اللي هي اللي فيها ابيض ده، بس حسيتها بلاستيك كده، مش هتبقى لطيفة وهتلم اوساخ وهتتعبني، وانا جايبة حاجة تريحني يعني. فدي ب2300 جنيه. وفي استراس كده كان عليها برضو بيشوك، يعني تحسي اني مش ملمسه لطيف كده. دي هي الاحواض، قلت برضو اوريلكم شكلها عامل ازاي. في من نفس اللي هو اللي بسلكة بيضة ده، في اللي هو الاسود برضو، اول واحد ناحية ايدكم اليمين هتلاقوا برضو موجود. وهنا هي الدشات والحاجات دي كلها، والاحواض حمام ومطبخ بالوحدة اللي بتبقى موجودة تحتيها. بس انا بقى كنت رايحة عايزة اشتري قطعتين، والقطعة التالتة دلوقتي انا مش محتاجاها اهو. هو ده اللي بقولكم عليه ب2300 جنيه، وفي منه الاسود بنفس برضو السعر يعني. بس حسيته مش عملي يعني. لا، انا قلت لا اشتري حاجة عملية تكون افضل. قال لي لو هتاخدي اول واحد انا جبته لان حسيته كنس كده وصغير، وانا كنت محتاجة حاجة للحمام تبقى صغيرة علشان المساحة في الدخول والخروج وكده. فجبت اول واحد، بس بدلت القنطرة بتاعة المطبخ بقنطرة جنبيها. خد مني فرق 25 جنيه في الكلام ده. وبعد كده هنا قال لي حسب لي بتاع الحوض بتاع الوش اللي انا ما خدتهوش ب400 جنيه بس، 400 جنيه بس. تعالوا نسمع.
الاساسيه. لان هي اللي فيها المحول، فيها مخرجين، المخرج الارضي والمخرج مش حاجة حنينة شوية. عايز اقل فيه. في عندي قطعتين من هنا، الدش عامل 850 والمطبخ عامل 550. لازم نحطهم على بعض. لا ممكن قطعتين اهو. احنا يعني عايزين حاجه قيمه في المطبخ عشان تستحمل الهلك، وممكن ننزل شويه في سعر بتاع الحمام. الدش فاهمني؟ مش مشكله. يعني احنا عندنا الحمام مش استهلاكه مش عالي، لكن المطبخ انا عايزه حاجه تبقى كويسه. ماشي، هاخد بقى المطبخ ده عامل 550 جنيه. هنا بقى انا بسأله على الخلاط اللي هو فيه الدش ده، اللي فيه السماعة تاني، اللي هو متحركة بالسلك، هوريهولكوا دلوقتي. قال لي لا ده ما ينفعش يخرج منه قطعتين، ده لازم التلاتة مع بعض مرتبطين ببعض، ما ينفعش واحد بس. ليه؟ قال لي هو كده ممكن من حاجات تاني يطلع منه قطع، لكن من ده لا. فده قال لي ب2300 جنيه التلاتة. بس للأسف أنا حسيته زي ما بقولكم كده مش عملي. السلك ده بلاستيك، ممكن يتقطع، ممكن يتوسخ جامد، مش عملي، ما حسيتوش عملي خالص. فبقوله أنا عايزة حاجة قنطرة تبقى كبيرة، عشان عندي الحوض على قطعتين، يعني في حلتين، وللأسف السباك مش حاطط الحوض في النص، يعني حاطط لي يغطي حلة والحلة التانية لا، فعايزاها يبقى في النص بس. فقال لي لا، في حاجة في زي يعني حاجة تانية تبقى سماعة كبيرة، ممكن توصليها وتشيلي السماعة بتاعت يعني تشيلي القطعة وتحطي واحدة تاني طويلة يعني. جاب لي 2 هوريهولكم دلوقتي. لما يجي هقول لكم اسعارهم. دلوقتي هو حسب لي، بقول لكم اقل حاجه في الاسعار بتاعه حوض الوش 550 جنيه، بس دي ما جبتهاش، انا جبت حاجه اعلى، واقل حاجه في سعر الدش 850 جنيه. وهنا بيشاور لي على حاجه فوق كده، قال لي دي الماني، مش عارفه سعرها كام، كان 550 و850. قلت له لا. اللي تحت دي ماركه كده اسمها روكا، اسمع عنها متردده كتير يعني قدامي، واخويا مركب منها متهيألي، فحلوه، وكان شكلها مناسب وسعرها كويس. هما الاتنين كانوا ب1500 جنيه. وغيرت القنطرة بتاعة الحوض، يعني بتاعة الحنفية بتاعة الحوض، وخدت اللي جنبيها اللي هي تاني واحدة، فحسب لي 25 جنيه زيادة. دي بقى هنا بيوريلي ان ده ممكن اركب عليها قنطرة طويلة، بس طبعا يعني مش زي الخامة نفسها بتاعة الخلاط. خدوا بالكم انا دي كانت عندي في الشقة التانية، وكنت جايباها كده كديكور، كانت ب25 جنيه من كذا سنة، فكانت ما خدتش شهرين وباظت. هو هنا بيوريني 2، واحدة صغيرة، دي كان بصوا دي طويلة قوي، شايفينها طويلة قوي، دي طويلة يعني. دي قال لي ب125، والتانية قال لي ب95 جنيه. الاتنين معاكي، بس طبعا لا، يعني شكل بتاعة الحوض اشيك واقيم. بصوا دي هي كبيرة جدا، وفيها ممكن تشتغل دش وكده، بس انا عارفة ان هي مش عملية يعني، لان كانت عندي قبل كده في الشقة التانية. المهم بقى اللي عايزة اللي غزني ان ايه، لو اشتريتي انتي قطعة يحسبها لك اغلى قطعة، ولو انتي هتسيبي قطعة فيحسبها لك ان دي ارخص قطعة، ويقولك يا ستي لو مش عايزة خديها. يعني كان الطقم الاولاني ده ب1900 جنيه. فانا جبت الدش علشان كان صغير كده ومحندق، وكان شكله عاجبني انسيابي وجميل، فخدته للدش. فاهمني؟ التاني اللي فوق اللي جنبه ده كان بوس كده كبير قوي، وشكله مش عاطفي قوي، وحتى الحنفيات مش انسيابية يعني. بصوا كده في تاني واحد تلاقوه كده مش مريح يعني، ما حبيتهوش. حبيت اول واحد، بس خدت القنطرة بتاعت تاني واحد
علشان كانت متحركة، وفيها البوز بتاعها ده كده متحرك ومرن وبتلف لفوق وبتلف بتتشقلب يعني، ودفعت الفرق منها. بس يا ريتني كنت جبت الصغيرة، لان انا جبتها برضو على اساس طويلة، بس هنا لما ركبتها حسيتها طويلة قوي يعني، قلت لا كنت جبتها صغيرة كانت هتبقى جميلة برضو. المهم يعني الحمد لله احسن من ما فيش. حسب لي بقى اللي بتاعت الحوض بتاع الوش ده ب400 جنيه بس، مع ان اقل حاجة ب550 لو هتجيبي اي قطعة. يعني لو هتجيبيها انت، لو روحتي دلوقتي تجيبيها يقولك ب550، اللي هو واخدها مني ب400، على اساس لما تيجي زبونة زي عايزة مثلا واحدة بتاعت حوض الوش، يبقى حالها بقى هي ب550. قلت له كده، قال لي هو كده، قال لي بالعربي كده هو النظام كده، لما انت هتسيبي القطعة فاحنا بناخدها بسعر اقل حاجة. ده اللي انا بقى جبتها، اللي هي اول واحدة دي، بس بدلت بالقنطرة التانية دي، شايفينها كده مرنة وبتتحرك، فجبت دي بدل دي. بس والحمد لله ركبت والحمد لله. صورت لكم برضو الفيديو، وان شاء الله ينزل وتشوفوه. عقبال كل عروسة تجهز شقتها، واللي نفسه في حاجة يحققها. وسنة سعيدة عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. باي باي. قولولي مبروك بقى في الكومنتات كتير كتير كتير.